عشان ناخد عبرة من القصة. بيسأل رجل فيقول له كم عمرك؟ فقال 60 سنة. شوف انت بتسأل واحد تقول له انت سنك قد ايه؟ هتقول له 60 أو 50 أو 70. فقال الفضيل عاوز يوصل رسالة الرجل دوت، فقال له يا منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل. هتوصل ولا مش هتوصل؟ ممكن تكون قبل 60. فبكى الرجل وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. الفضيل بيعلمه تاني فقال أتعرف معناها؟ فقال نعم، أي إني إلى الله راجع. فقال الفضيل من علم أنه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول. فليعد للسؤال جواب. ده السؤال الجواب بتاعك على السؤال اللي تسأله. فالراجل قال له إيه؟ وما الحيلة؟ فقال يسير. الموضوع بسيط بس أنت تعال والله ربنا سبحانه وتعالى فيك الخير. طلع اقف اتعب. لو ما تعبتش في ال10 الاول هتلعب في الامتحان. مش انت عاوز الجائزه الكبيره؟ محتاجه مجهود شويه. لما الرجل بكى فقال ما الحيله؟ فقال الفضيل يسيره ان تحسن فيما قد بقي يغفر الله عز وجل لك ما قد مضى وقد بقي. اهم حاجه بس انما الاعمال بالخواتيم. عاوزين نلعب شويه في الايام الجايه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أول ليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الإيه؟ في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ليلة 21 ليلة 23 وهكذا. فاللي عايز يصلي اختمنا ختمة القرآن في العشر أيام دول غير اللي فاتوا خالص. يا أخي اقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، اتعب شويه، زود الطاعه بتاعتك شويه. الله عز وجل يتنزل في الثلث الاخير الى السماء الدنيا وذلك في كل ليله. فما بالك بقى في الايام الجميله دي؟ اقف قدام ربنا وقل له يا رب لبست ثوب الرجاء والناس قد رقصوا، وبت اشكو الى مولاي ما اجد، وقلت يا املي في كل نائبه يا من عليه كشف الضر اعتمد، اشكو اليك امورا انت تعلمها ما لي على حقها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. وجزاكم الله خيرا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.